بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني والله كتير. شايفين طبعا احنا هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل ميني بيتزا، بس هنعملها بقى ايه، حاجة مش في الفرن، يعني هنعملها على الطاسة على البوتاجاز من فوق. محتاجين كيلو دقيق، وطبعا الحشو بتاعنا زيتون، جبنة، صلصة او صلصة، وفلفل الوان ولانشون. طبعا ايه البيتزا، اي حاجة انت بتحبي بقى تعمليها بيها، دي ايه مش بتفرق معاكي، اي حاجة موجودة عندك في البيت ممكن تستخدميها. وده خميرة هنحط عليها معلقة صغيرة سكر عشان هنبدأ بقى نعجنها، ومية طبعا. بنجهز الخميرة جنبنا الأول أو نسيبها على جنب علشان تختمر. طبعا بنحط لها معلقة ونص دقيق، نقلبها كويس زي ما احنا شايفين اهو. هنسيبها بقى على جنب تختمر، ونجيب بقى الدقيق بتاعنا نشتغل عليه. نص كوباية زيت، وملح، معلقة صغيرة، ومعلقة صغيرة سكر. كمية الدقيق اللي معايا حوالي كيلو دقيق. بننزل بقى بالمية ايه تدريجي، بحيث ان انا مديش للعجين بتاعي مية اكتر ما هو محتاج. يعني بنزل بالمية تدريجي واقلب علشان ما احطش مية فوق احتياج الدقيق بتاعي يقوم تبوظ معايا. شايفين الخميرة بتاعتنا بقى اختمرت كويس. هننزل بيها التانية لان هي من ضمن السوائل اللي يعتبر. نعجن بقى الدقيق بتاعنا ونقلب المكونات كلها مع بعض. شايفين يعني ايه اللي هي مش محتاجة مع اي حاجة، ده خميرة والدقيق ومية وبقيت الحاجات، اي حاجة موجودة في البيت يعني تعمليها لاولادك وانتي قاعدة ايه في اي وقت، مش هيبقى لها اي مشاكل يعني، وجميلة واحسن من بتاعة المحلات. شايفين عجنا العجينة كويس جدا لدرجة انها ايه، لو في اي دقيق في ايدك طبعا بيفلت، فبتعرف ان هي إيه بقت كويسة. وكمان لازم نخليها ناعمة. شايفين؟ مش عايزة اقول بقى كل مرة فين اللايك، فين الشير، فين الاشتراك. يا ريت يا جماعة بقى ابسطوني كده وتعلقوا لي في تعليق الفيديو عجبكم ولا لا. لو لكم اي مقترحات تانية يا ريت تقولوا لي عليها. هنسيبها ترتاح لحد ما تختمر معانا. طبعا ايه كده خلاص الوقت عدى. شايفين اختمرت ازاي؟ ما شاء الله زادت جدا اهي. بعد كده طبعا احنا هنجيب مكان هنرش عليه دقيق ونقطعها بقى ايه الاحجام اللي احنا عايزينها. احجام صغيرة، عايزاها كبيرة ما فيش اي مشاكل، تقطعها على قد الاحجام اللي انت عايزاها. كل ما بتصغريها بيصغر حجم البيتزا بتاعتك. نقطعها كور صغيرة وطبعا نحطها على دقيقة علشان ما تلزقش في المكان اللي هنحطها عليه. نقطع باقي الكمية مع بعض ونرجع لكم تاني بقى بعد ما قطعنا كل العجينة بتاعتنا. نبدأ بقى نفردها بالراحة كده. شايفين حجمها قد ايه صغيرة. إيه عايزة تعمليها كبيرة زي ما انت عايزة.
وما بتسيبيهاش تاني، هي خلاص كده جاهزة يعتبر. شايفين حجم صغير والله جميلة وكانت عاجبة الأولاد جدا. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. الطاسة بتاعتي على طول اللي أنا هسويها فيها بديها بس إيه للطاسة يعني بالفرشة كده زيت، ممكن ما تديهاش. أنا بحط بقى الحاجات بتاعتها. ادي الصلصة طبعا حطلها توابل وكده وملح والجبنة بتاعتي وفلفل الوان. ما حطيتش بصل عشان الاولاد عندي مش بيحبوه خالص عليها، والطماطم وكده لان زيتون. اي حاجة بقى موجودة ما عندك في البيت ضيفيها. دي بقى حرية شخصية، لان البيتزا بتبقى طبعا بتتعمل بحاجات كتير جدا بقى طعم تاني. كنت جايبه لهم لانشون وجبنة تاني. بس هنروح بقى نحطها على البوتاجاز اهي، ونغطيها ونسيبها حوالي دقيقتين. ما بتاخدش وقت على فكرة، هما دقيقتين. هنغطيها ونسيبها حوالي هما دقيقتين وتلاقيها جهزت معاكي وتبقى طرية وجميلة. اهي كده خلاص دقيقتين عدوا والبيتزا بتاعتنا بقت معمولة وجاهزة. انت مش هتتخيلوا بكمية الدقيق اللي عملنا بيها قد ايه، كم قطعة. شايفين من تحت لونها جميلة مستوية كلها. نعمل بقى كل كمية ونرجع نشوف كميتنا قد ايه. ما شاء الله عاملين كمية الصراحة مهولة كبيرة وكفت العيلة كلها الصراحة يعني. يا رب الأكلة تكون عجبتكم، وما تنسوش بقى تدعموني بقى ايه، واحس ان انا فعلا بعمل فيديوهات بتنول على اعجابكم بجد. شايفين بقى مدى الطراوة بتاعتها طرية جدا واحلى من بتاع المحلات، وحاجة مضمونة وعاملاها بايدك، ويعني ولادك ياكلوها كده وانت مطمنة على الاخر. بس طرية وجميلة يعني مش، والريحة خطيرة. وبألف هنا وشفا. متنسوش اللايك والشير. باي.